انها تايهة ومش عارفة تاخد قرار. مروان مد ايده ليها وهي بصت له كتير، وقفت من غير ما تلمسه. مروان فتح لها الباب وهي ركبت وحطت ايديها على قلبها لما حست بوجع فيه، وطول الطريق ساكتة خالص، كأنها في دوامة ومش عارفة تخرج منها. فيروز طلعت موبايلها من شنطتها وكلمت مامتها. ماما، الحقيني، النوبة شكلها تجيلي، لو سمحتي تعالي بسرعة، ما تسيبنيش لوحدي، انا رايحة على مستشفى الامل، تعالي فورا. فيروز قفلت الخط وحاولت تظبط نفسها وتهدي نفسها علشان النوبة ما تحصلهاش. مروان عينه كانت عليها بعد المكالمة ومتردد يسألها ولا لا، بس شكلها كان باين عليه التعب وسألها بقلق. انتي تعبانة من حاجة؟ ونوبة ايه اللي بتقولي عليها؟ انا عندي القلب وبيجيلي نوبات لما بخاف او اتوتر، وانا خفت وشكلي هتعب، لو سمحت لو حصل لي حاجة ما تسيبنيش لوحدي، انا بخاف قوي. مروان اتفاجئ بكلامها واتأثر جدا وحاول يطمنها. انا معاكي ما تقلقيش، كلها 10 دقايق وهنكون في المستشفى. فيروز حاولت تتمالك نفسها بس ما قدرتش، قدرتها ما ساعدتهاش انها تستحمل، وجسمها بدأ يتنفض جامد والنفس بيروح منها. ومروان اتوتر قوي لما شاف حالتها وداس بنزين بكل قوته علشان يقدر يلحقها. وصل المستشفى ونزل ندى بصوت عالي اللي واقفين في الاستقبال: ساعدوني بسرعة، ساعدوني! الممرضين جروا وراه بنقالة وقدروا يشيلوا فيروز ودخلوها أوضة الطوارئ. ومروان وقف وحط ايده ورا راسه وهو حاسس انه بيحلم. هو السبب في اللي حصل، لو ما كانش هشام اخد من الاقراص بتاعته ما كانش كل ده حصل. هو السبب. فضل يلوم نفسه كتير، وبعد لحظات خرجت ممرضة طمنته على فيروز: الحمد لله قدرنا نسيطر على الحالة، بس لو سمحت بلاش اي ضغط عصبي في الفترة دي نهائي، وحمد لله على سلامتها. مروان اخد نفس بارتياح وغمض عينه وافتكر هشام. كان هيمشي بس افتكر انها قالت له ما يسيبهاش، يعني ما يسيبهاش لوحده، واضطر انه يقف مكانه. طلع موبايله ورن على والده بس مردش عليه. لحظات وصوت الاسعاف وصل ومروان جري عليهم وقف مكانه وهو شايف اخوه نايم على النقالة وما بيتحرك. دموعه خانته، وقف بعيد عنه ما قدرش حتى يقرب منه. عمران كان ماشي جنب هشام تايه وحاسس انه بيحلم. دخلوا هشام اوضه وكشفوا عليه وعملوا له تحاليل علشان يعرفوا سبب الحاله اللي حصلت له. وعمران كان ماشي معاهم وبيساعدهم في نقل هشام من مكان لمكان، ورفض انه يسيبه نهائي. مروان رجع لأوضة فيروز واتفاجئ بوجود مامتها واقفة مع الدكتور، فقرب منها وكلمها: انا مروان الباشا، كويس ان حضرتك جيتي، انا موجود في المستشفى لو احتجتي حاجة، بس اخويا تعبان ولازم اكون معاه. والدتها شكرته على اللي عمله معاها ومروان مشي، وهي دخلت لفيروز الأوضة وقعدت جنبها على السرير وخدتها في حضنها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عشان النوبة ترجعلك تاني؟ مامي، مستر هشام. مستر هشام؟ ماله؟ اهدي بس وقوليلي هشام ماله، حصل له ايه؟ فيروز عيطت وهي بتحكي اللي حصل لوالدتها. طيب اهدي وانا هروح اطمن عليه بنفسي واجي اطمنك. هتقدري تواجهيهم؟ هقدر، ما تقلقيش عليا. خرجت من الأوضة بعد ما ساعدتها تنام على السرير بالراحة. سألت موظف الاستقبال على أوضة هشام وبلغها برقم الأوضة. طلعت في الدور التاني وما كانتش مستعدة للمواجهة دي نهائي، بس مضطرة علشان خاطر فيروز. لمحت عمران واقف على باب الأوضة، غمضت عيونها وأخدت نفس عميق وجمعت قوتها وقربت منه. عمران. عمران رفع راسه عليها والوهلة معرفهاش، بصلها كتير كأنه بيتأكد من ملامحها. مريم. اخبار ابنك ايه؟ طمنت عليه؟ مروان كان بيجيب عصير لوالده علشان ضغطه وطي، واتفاجئ بوجود والدة فيروز. قرب منها وسألها بقلق: في حاجة حصلت يا مدام؟ لا ابدا، كنت جاية اطمن على مستر هشام، فيروز حكت لي اللي حصل. هو بياخدوا منه عينة دم عشان التحاليل، بس انت جيت ازاي وعرفتي منين؟ ومين فيروز دي؟ دي والدة موظفة معانا في الشركة يا بابا، وهي تعبت وانا جبتها على هنا. بنتك بتشتغل عندي؟ يا عالزمن. مريم ابتسامتها ما اختفتش لحظة من على وشها، قلبها كان بيدق جامد من وقت ما شافت عمران. هو اصلا عمره ما بطل يدق لما بتيجي سيرته او حتى تشوف خبر عنه. عاشت سنين طويلة وهي مخبية حبه في قلبها، حتى بعد ما اتجوزت وخلفت ما قدرتش تنساه. ملامحه في عيونها كانت زي ما هي، بالعكس كان احلى بكتير عن ما هو كان لسه شباب. عمران لاحظ نظرتها عليه واتضايق.
إيه بنتك اخبارها ايه؟ هي تعبانه مالها؟ فيروز مريضة قلب وبيجيلها نوبات، وحصل لها نوبة بس الحمد لله. ابنك كان موجود وساعدها، متشكرة قوي. انا هرجع لفيروز وهاجي اطمن عليه تاني. ربنا يقومهولكوا بالسلامة. الله يسلمك، وحمد لله على سلامة بنتك. مريم مشيت وقابلت سديم اللي كانت جاية تجري، والخوف باين عليها جدا. وقفت اخر الممر وراقبتهم من بعيد. سديم جرت على عمران وهي بتعيط جامد. هشام، هشام حصل له ايه؟ طمني بالله عليك. كويس كويس، اهدي. هما بيعملوا له تحاليل عشان يعرفوا سبب الحالة اللي حصلت له ايه. مروان بلع ريقه بتوتر. هو بيسمع لكلام والده وحس ان نهايته خلاص قربت. سديم حضنت عمران واكتفت انها تقف في حضنه علشان تطمن شوية. ومريم عيونها لمعت بالدموع ونزلت لأوضة بنتها. وليلى جت ورا سديم وعرفت منهم مكان هشام، والكل كان واقف مستني خروجه. هشام أخيرا ظهر ودخلوا أوضته، والكل